أهلا بيكم مرة تانية في سلسلة حرص من الهاكرز من السايبر سيكيورتي وول. في الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا عن الايدنتيتي اكسس مانجمنت والاند بوينت سيكيورتي دومينز، والنهارده هنتكلم عن النتورك سيكيورتي دومين. النتورك سيكيورتي فيها كذا إليمنت، هنتكلم عن الفاير وولز، عن السيجمنتيشن، عن الفي بي ان، وهنتكلم شويه عن الساسي. كل موضوع من المواضيع دي هنتكلم عنهم بالتفصيل في النتورك سيكيورتي وورلد ان شاء الله. وطبعا تحت امبريلا النتورك سيكيورتي في كذا element، والنهارده هنتاتش بيس كده عن بعض من الاليمنتس المهمه دي. يلا بينا على اللايف بورد عشان نشوف الكلام ده بيقول ايه. اول حاجه هنتكلم عليها وهي الفاير وولز، ونعرف ايه لازمتها في الدنيا. فكره اسم الفاير وول دي جت من الفيزيكال فاير وولز في البيوت. هي طبعا ممكن ما تكونش بتستخدم في مصر عندنا، بس هي موجوده، اللي كانت بتستخدم في العزل والحمايه ما بين الاوض ومن بعضها في البيت. تعالوا بقى ناخد الفكره دي ونروح بيها على عالم الاي تي بتاعنا ونحطها جوه النتورك. هنا مثلا اليوزر ده بيحاول ياكسس السيرفر ده، والسيرفر ده بيحاول ياكسس الداتابيس دي. فاحنا هنا محتاجين تو فاير وولز، فاير وول يفصل ما بين السيرفر واليوزر، وفاير وول يفصل ما بين الداتابيز والسيرفر. فالفاير وول ده هيبقى فيسنج الاكسترنال وورلد، والفاير وول ده هيبقى فيسنج الانترنال نتورك بتاعتي. طب هو انا ليه محتاج 2 فاير وولز في النتورك؟ ده هنعرفه اكتر في جزء السيجمنتيشن كمان شويه، بس بشكل بسيط انا بعتمد هنا اللي انا عايز اعرف نوع الترافيك اللي انا بدور عليه، تمام؟ وده اللي اسمه الباكيت فلترنج. انا هبص على الباكيت اللي رايحه من الراجل ده للسيرفر ده، واعرف منها ايه سورس اي بي، ديستنيشن اي بي، والبورت اللي بيحاول الراجل ده يتكلم السيرفر عليه. واول فاير وول ده يقدر يعمل فلترنج على المعلومات دي الموجوده في الهيدر بتاع الباكيت، وعلى اساسه يقدر ياخد قرار بيزد على الكونفيجريشن او الكونفيجرد رولز اللي عليه. طبعا هنا في الجزء ده انا متوقع الاي بيز اللي هتجيلي تاكسس السيرفر ده انها تكون بابليك اي بيز، تمام؟ يعني لو انا جالي هنا مثلا على الفاير وول ده برايفت اي بي بيحاول ياكسس السيرفر، تمام؟ فانا هقدر اديتكت او اسسبكت ان ده ممكن يكون سبوفنج اتاكر بيسبوف انترنال اي بي عشان يقدر يجين اكسس على انترنال ريسورسز، فاقدر اعمل لها بلوك. تمام؟ تاني حاجه الفاير وول اللي هنا هقدر برضو اعمل عليه فلتريشن بيزد على السورس والديستنيشن والبورت، وهنا اكسبكتد ان الترافيك يبقى بس انيشيتد من السيرفر على الداتابيز، فاقدر اعمل فلترنج ايفن حتى بالسبيسيفيك سورس اي بي البرايفت بتاع الانترنال سيرفر بتاعي. فمثلا لو جالي ترافيك من بابليك اي بي جالي على الفاير وول ده بيحاول ياكسس السيرفر، فاعرف ممكن اقدر اعرف من الحته دي ان مثلا في اتاكر قدر الباي باس او الفاير وول او الفاير وول الاولاني دوت خيش او وقع، وجالي malicious ترافيك من الاوتسايد وورلد، من البابليك وورلد بيحاول ياكسس الداتابيس سيرفر، فده اقدر اعمل له بلوك، تمام؟ من بيزد على الباكيت فلترنج بتاعي. اختار الفانكشنز بتاعت التو فاير وولز دول بيقدروا يعملوا باكيت فلترنج بيزد على الانفورميشن اللي بيقروها من الباكيت هيدر. لحد دلوقتي الفاير وول بيبص مين على الهيدر بس، تمام؟ تخيلوا كده اكنه جواب، تمام؟ والفاير وول بيقرا بس اللي بره الجواب، بيقرا من مين اللي بعت الجواب وبعته لمين، تمام؟ دلوقتي الفاير وول ما بيبصش جوه الجواب، ما بيعملش انسبكشن، تمام؟ وده يخلينا نروح للموضوع اللي بعده وهو الستيتفول باكيت انسبكشن. في الحاله دي انا مش هبص بس على الهيدر، لا انا هفتح الجواب وبحلق في الداتا بيلود، تمام؟ اكني فتحت الجواب وبصيت ايه اللي جوه الجواب ده.
طبعا في انواع متطوره كتير اكتر من كده، زي مثلا الابلكيشن فاير وول او النكست جنريشن فاير وول وغيرهم، وهنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله في النتورك سيكيورتي وورد. بعد كده محتاجين نتكلم على فكره البروكسي، وده المندوب بتاعنا. فمثلا لو عندنا الراجل ده تمام جاي من الانترنت عايز ياكسس الويب سيرفر بتاعنا ده، في الحاله دي انا ممكن احط هنا ايه؟ بروكسي سيرفر. تمام. والبروكسي سيرفر ده هو هيبقى زي مان ان ذا ميدل، هو هيبقى الجود مان ان ذا ميدل ما بين الكلاينت والسيرفر. هيقدر يقسم السيشن او الكونكشن اللي ما بين الكلاينت والسيرفر دي لتو كونكشنز، واحده من الكلاينت للبروكسي وواحده من البروكسي للسيرفر. فالكلاينت هيبقى فاكر ان هو بيكلم السيرفر دايركتلي، والسيرفر هيبقى فاكر ان هو بيرد على الكلاينت دايركتلي. تمام. والبروكسي هيبقى قادر في النص ان هو يعمل حاجتين مهمين، ان هو ينسبكت الترافيك ده، وبيزد عن الانسبكشن دي يقدر يعمل انفورسمنت للسكيورتي بوليسي. اخر حاجه عايز اتكلم عليها في الجزء ده وهي النتورك ادريس ترانسليشن او النت، ودي التكنولوجي محدش فينا مش بيستخدمها تقريبا في كل حته. في النت عندنا نوعين من الاي بي ادريسز، عندنا روتابل اي بي ادريسز، تمام، ودي اللي بتستخدم في الانترنت، والنوع الثاني هو البرايفت رينج اللي بيستخدم في البرايفت سب نت بتاعتي او البرايفت نتورك او الانترا نتورك. تمام. ودول بيبقوا نون روتابل اي بي ادريسز، يعني من الاخر لو الراجل ده حاول يطلع على الانترنت بالبرايفت اي بي ادريس بتاعه هيروح في ميه البطيخ ومش هيوصل لاي حاجه. البرايفت اي بي ادريس ده هتلاقيه مثلا عندك في البيت في الراوتر، انت لو عملت لوجن بالادمن كريدنشالز بتاعه الراوتر بتاع البيت بتاعك وشفت الاي بي ادريس اللي اساينت على النتورك الهوم نتورك بتاعتك، هتلاقيها كلها موست بروبلي هتلاقيها في ال 192 168 دوت وات ايفر دوت وات ايفر. تمام. طيب عشان اطلع من اليوزر ده الانترنت لازم احتاج نت للاي بي ده، لازم اترجم الاي بي ده، تمام، النون روتابل اي بي ادرس ده لروتابل اي بي ادرس اقدر اطلع بيه على الانترنت وريكوست السيرفيس اللي انا عايزها. فهنا تيجي الفانكشن بتاعت النتورك ادرس ترانزليشن. بعد ما اتكلمنا عن الفاير وولز تعالوا نشوف السيجمنتيشن بيقول ايه، وهنا هنعرف ازاي نطبق الفاير وولز دي في مختلف النتورك ديزاينز عشان يبقى عندنا كذا ليفل اوف سكيورتي. اول طريقه للسيجمنتيشن، تمام، هو حد يعملها لان دي كانت طريقه قديمه، ودي اللي اسمها الباستيون هوستس، بحيث انا بس مهتم بحمايه الانترنال نتورك بتاعتي. تمام، دي الحاجه الوحيده اللي انا مهتم بيها، فبرمي الويب سيرفر بتاعي ايه في مهب الريح، وش المدفع ايه فيسنج الانترنت، وببليس الفاير وول بتاعي في الحته دي هنا بحيث ابروتكت بس الانترنال نتورك بتاعتي. وطبعا ده قمه الذكاء. الطريقه الثانيه وهي الايفولوشن بتاعت الباستيون هوست سيجمنتيشن ميثود، وهي التراي هومد. تمام، بحيث انا هنا بحط الفاير وول في الجزء ده. تخيل الفاير وول هنا ليه 3 رجول، رجل على الانترنت ورجل على الانترنال نتورك ورجل على الدي ام زي. تمام، فممكن يكون الدي ام زي ده عليها شويه ويب سيرفرز ايه بقدر بحتاج اكسسها سواء انترنالي او اكسترنال. فانا هنا بيبقى عندي كذا فلو، يا اما من الاكسترنال للويب سيرفر، يا اما من الانترنال للويب سيرفر، او من الانترنال للاكسترنال. طبعا هنا انا عندي
مصيبه كبيره ان هي سنجل بوينت اوف فيلير، يعني الفاير وول ده لو ضرب تمام انا عندي توتال ايزوليشن، بس ميزتها ان هي سكيلابل تمام ورخيصه جدا. هات لك فاير وول بثلاث رجول فاهم، كل رجل على نتورك وانتهى. بعد كده نروح للبيزك دي ام زي سيجمنتيشن موديل او مود، وفي الحاله دي انا بستخدم تو فاير وولز، فاير وول هنا وفاير وول هنا، ودي الطريقه اللي شرحناها في اول سيكشن من الحلقه اللي هو السيكشن بتاع الفاير وول. تمام، ببدا احط فاير وول فيسنج الانترنت وفاير وول تاني فيسنج الانترنال نتورك، والاثنين بيبقى عليهم different type of filtration. تمام، طبعا انا هنا زودت فاير وول فطبعا الكوست عندي زادت والكومبلكسي زادت لان عندي تو فاير وولز، ممكن يكون تو different admins تو different designs تو different فاير وول بوليسيز، فهي هتزود الكومبلكسيتي عندي. بس انا هنا حققت حاجتين مهمين، الديفنس ديبس والسكيلابيلتي. ديفنس ديبس يعني انا عندي تو لاير اوف سكيورتي ثرو التو فاير وولز، وسكيلابيلتي اقدر اسكيل النتورك بتاعتي دي اكتر كده. واخر حاجه في الموضوع ده وهو المالتي تيرد دي ان زي، وهنا انا هقسم السيرفر فانكشناليتي بتاعتي على كذا سيرفر، بحيث هيكون عندي ويب سيرفر، ابلكيشن سيرفر، وداتابيز سيرفر. وهقدر احط فاير وول بين كل سيجمنت، هيبقى فيه واحد هنا وهيبقى فيه واحد هنا كمان وواحد تالت هنا. تمام، انا كده عندي 3 فاير وولز، وطبعا هنا الكوست والكومبلكسيتي هتزيد اكتر، بس السكيورتي هتزيد، والديفنس اند ديبس كونسبت هنا هيبقى اكنه واخد منشطات. تمام، وطبعا هتبقى سكيلابل. تمام، وهتأدلك حاجه جديده اللي هي جرانيواليتي. جرانيواليتي يعني اقدر اعمل اللي انا عايزه، اقدر افلتر الترافيك في كذا ارجع او في كذا سيجمنت، افلتر الترافيك ما بين الانترنت والويب سيرفر، ما بين الويب سيرفر والابلكيشن سيرفر، ما بين الابلكيشن سيرفر والداتابيز والعكس. تمام، فدي جرانيواليتي كبيره عندي النتورك بعد ما قسمتها كذا سيجمنت وعملت اكسبانشن للديفنس ديبس بتاعي في النتورك. اتكلمنا عن الفاير وولز والسيجمنتيشن، تعالوا بقى نشوف ايه حكايه الفي بي ان، الفيرتشوال برايفت نتورك. طيب هي ايه لازمه الفي بي ان في جمله واحده؟ تمام، هي معموله عشان تعمل لنا سكيور شانل اوفر untrusted network. تمام، تعمل لنا سكيور شانل اوفر untrusted network، وطبعا بعمل الكلام ده عن طريق انكريبشن عشان احقق الكونفيدنشياليتي. تخيل لو عندك يوزر بيحاول ياكسس سيرفر، اليوزر ده بيحاول ياكسس السيرفر ده، واحنا عاملين سكيورتي شانل ما بينهم. تمام، تخيل كده ان هنا في ايه زي تانل، والترافيك اللي جوه ده بيبقى انكريبتد، محدش فاهم ايه اللي جوه، بحيث لو حد بص من بره ما يفهمش اصلا ايه الكلام ده. طبعا الحاجه دي كويسه للناس بتاعت السكيورتي. تمام، بس احنا عندنا عيب هنا كبير جدا برضو بالنسبه للناس بتاعت السكيورتي، وهي الليميتد انسبكشن. تمام، بحيث فور اكزامبل، تمام، كمثال، لو في اتاكر عمل انجكت هنا لميلوير، الميلوير ده هيدخل مع الانكريبتد ترافيك، واحنا مش هنقدر نبص على الترافيك ده ونعمل له انسبكشن عشان نديتكت ان في مالوير انجكتد في النتورك. فده الليميتيشن بتاع الانسبكشن اللي بتكلمها. عندنا كذا نوع من الفي بي انز، وعشان نفهم الفرق ما بينهم لازم يكون عندنا فكره عن ال7 لاير او اس اي ستاك، وده اتكلمنا عنه بالتفصيل في النتورك هول لو حابين تعرفوا تفاصيل اكتر. اهم حاجه لازم تكون عارفها ان لو احنا استخدمنا اي انكريبشن في اي لاير من دول
اللايرز اللي فوق اللاير دي اوتوماتيكلي بينهرت الانكريبشن ده. يعني انا لو عملت انكريبشن في النتورك لاير اوتوماتيكلي will be inherited up to the application layer. تمام. فمثلا الابلكيشن لاير هنا هتلاقي في في بي ان ابلكيشن زي الاس اس اتش. تمام. وده ابلكيشن ليفل في بي ان. في الترانسبورت لاير هتلاقي مثلا التي ال اس. في النتورك لاير هتلاقي الاي بي سيك. تمام. في الداتا لينك لاير هتلاقي كذا بروتوكول زي البي بي تي بي. تمام. بوينت تو بوينت ترانكت بروتوكول، ال 2 تي بي. تمام. هنلاقي برضو حاجه زي ال 2 اف لاير 2 فوروردنج، ده برضو طالع لينك بروتوكول على الداتا لينك لاير. وفي اكتر من كده كتير كمان، وكلها انواع من البي بي انز. طيب التوجه دلوقتي ان احنا ننتقل من برود نتورك بيزد في بي ان تمام ل ابلكيشن سبيسيفيك بيزد في بي ان. طيب ليه؟ وايه ميزه البرود نتورك بيزد في بي ان؟ تمام. هي سمبل. تمام. بس مش جرانيول. تمام. فالابلكيشن سبيسيفيك بيزد في بي ان بتقدم لك جرانواليتي زي ايه؟ زي الاس اس اتش. فانا عندي سبيسيفيك في بي ان بير ابلكيشن. فانا عايز لو انا عايز مثلا واي وقت من الاوقات اللي انا اترمينيت سيرفيس معينه ليوزر، تمام، مجرد ما هترمينيت الفي بي ان هترمينيت السيرفيس دي من عليه. لكن في البرود نتورك بيزد في بي ان هي بتبقى في بي ان واحده شايله كل الابلكيشنز وكل السيرفرز. فبيبقى الابلكيشن سبيسيفيك بيزد في بي ان بيحقق لي جرانواليتي اكبر. تمام. طيب ميزه ثانيه للبرود نتورك بزنس في بي ان وهي الكاتش اول. تمام. كاتش اول يعني كل الترافيك بيدخل بيبقى انكريبتد جوه التانل. تمام. طيب ايه برضو اللي موجود في الابلكيشن سبيسيفيك بيز في بي ان ومش موجود في البرود نتورك بيز في بي ان؟ وهي الكنترول، اللي زي ما قلت ان انا اقدر اكنترول الاكسس بتاع اليوزر. او انا عندي كذا في بي ان على كذا ابلكيشن، كل في بي ان سبيسيفيك لابلكيشن معين، اقدر ابلوك في اي وقت الاكسس بتاع اليوزر ده على سبيسيفيك ابلكيشن مش على كل الابلكيشنز. فده بيديني جرانيواليتي وكنترول لو انا استخدمت الابلكيشن سبيسيفيك بيزد في بي انز. طيب خلصنا الفاير وول والسيجمنتيشنز والفي بي انز. اخر حاجه معانا النهارده وهي الساسي او السكيور اكسس سيرفيس ايدج، وهو من اهم المواضيع الايام دي عشان هو جزء من موضوع اكبر منه ومنتشر اكتر منه، وهو الزيرو تراست. تمام. وكمان هتلاقي الزيرو تراست دايما راشق معاه المايكرو سيجمنتيشن. شفتوا السيجمنتيشن اهو، ده بقى سيجمنتيشن اكبر منه. تمام. بيقدر يقسم النتورك لسمول مايكرو نتوركس ومايكرو زونز. تمام. بغض النظر ده مش موضوعنا، هنتكلم فيه بعد كده بالتفصيل. خلونا نركز دلوقتي على الساسي، وهو ان احنا نقدم سيكيورتي على ايدج بتاعه النتورك بتاعتنا. فلو بصينا هنا هنلاقي ان النتورك والسيكيورتي والكلاود بيتلاقوا فين؟ بيتلاقوا في الساسي. فلو بصينا ليها في شكل معادله هنلاقي ان الساسي هو عباره عن النتورك سيكيورتي بلس الوان متمثله في الاس دي وان على الكلاود. فبالنسبه لجزء النتورك سيكيورتي هو هيكون في مثلا واير وولز، هيكون في سكيور ويب جيت واي. تمام. ودي حاجه عامله زي ابلكيشن سبيسيفيك فاير وول. وكمان هتلاقي دي ال بي، والدي ال بي هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله في داتا سيكيورتي دومين في نفس السلسله بتاعه حرص من الهاكرز. وكل دول موجودين على الاتش. طيب بالنسبه للوان، تمام، الوان هتلاقي ان احنا بنستخدم هنا الاس دي وان. والاس دي وان تمام تقدر تعمل بيستيدنج للنتورك ترافيك بتاعتك على اكتر من باس عشان تحقق فليكسبيليتي واجيليتي للكاستمر ترافيك بتاعك.
نجمع الكلام ده كله في الاخر على الكلاود بحيث تحقق سكيلابيلتي، elasticity واجيلتي. زود كمان فوق كل ده ايه؟ الايدنتيفيكيشن او الايدنتيتي اند اكسس مانجمنت. كل الكومبوننتس دي مع بعض في الخلاط يعملوا لك ايه؟ يعملوا لك الساسي. طيب لو عايز تبص عليها في الرسمه دي هتلاقي ان الساسي هنا بين اليوزرز والاكسترنال نتورك او الانترنت. تمام. وجوه هتلاقي متقسم جزئين، جزء النتورك وهو الاس دي وان، تمام، وجزء السكيورتي متمثل في الفاير وول دي ال بي سكيور جيت واي والايدنتيتي اند اكسس مانجمنت. كل ده زمان كان متقسم لوحده، كل كومبوننت لوحدها، تمام، يعني فاير وول لوحده، دي ال بي لوحده، وسكيور جيت واي لوحده، كل الكومبوننتس دي كانت متقسمه لوحدها، كل واحده ليها ديديكيتد ديفايس وكمان ديديكيتد ادمنستريشن. لكن دلوقتي عندنا سنجل سيستم يديك هوليستيك فيو للنتورك بتاعتي في الساسي سولوشن. بس وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من سلسله حرص من الهاكرز من السايبر سيكيورتي وور. اتكلمنا فيها عن النتورك سيكيورتي دويل. استنوني الجمعه الجايه من حلقه جديده من سيكلول از سيرفيس، هنتكلم فيها عن الابلكيشن سيكيورتي جا. السلام عليكم.